وصفة النهاردة كيك البرتقال والليمون. كيك مميز في الشكل وفي الطعم، بصوص كريمي طعمه تحفة، أحلى من اللي بتاكلوه في الكافيهات وفي ستاربكس وبيعجبكم. تعالوا كده أقول لكم الطريقة والوصفة، لازم تجربوها لأنها مميزة وغنية جدا في الطعم. أول حاجة احتجت 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، كوباية إلا ربع سكر ناعم، نص كوباية زبدة، ضيفة لهم ربع كوباية زيت نباتي بدرجة حرارة الغرفة. هنا كنت ناسيه الفانيليا، ضفت لها فانيليا بنكهه البرتقال، وانتوا ممكن تستخدموا فانيليا عاديه مفيش مشكله. هخلطهم كويس قوي مع بعض في المضرب او بالخلاط. وبعد كده ضفت معلقه كبيره كريمه اللي هي وش اللبن، بيديها طعم حلو قوي لكيك البرتقال. هنا جبت بقى 3 كوب وربع دقيق، ربع كوبايه نشا، بيكنج باودر 16 جرام، رشه ملح، ونخلتهم كده مع بعض. وضفت معلقتين كبار بشر ليمونه على برتقال وعصير ليمونه كبيره، هخلطهم كده مع بعض. بعد كده جبت كوبايه عصير برتقال انا كنت عصراه ودفيته كده على النار، سخنته كده على النار او في الميكرويف. هخلط الخليط كده بقى كله مع بعض لحد ما خليط الكيك بتاعي يفك. في صينيه مقاس 26 دهنيها زبده يعني بطناها بالدقيق والزبده. هنزل بقى بخليط الكيك بتاعي وهدخله الفرن على درجه حراره 180، بيقعد من 35 ل 40 دقيقه حسب يعني درجه حراره الفرن بتاعك. بخل خشب كده، بحب اعمل الحركه دي، بتخلي مسامات الكيكه حلوه قوي، شكلها حلو. للصوص بقى جبت كوبايه سكر بودره، 3 مثلثات جبنه، معلقه كبيره زبده لينه بدرجه حراره الغرفه، نقطتين عصير ليمون، وهنا دي بودره عصير اللي بطعم البرتقال اللي هي زي التانك وفروتي. تمام يا جماعه. خدت معلقتين كبار مليانين، ربع كوبايه لبن تكون بدرجه حراره الغرفه او فتره مش ساقعه عشان الزبده مترجعش تتجمد هي والجبنه. هخلطهم كويس قوي كده مع بعض. وما استخدمتش هنا برتقان عصير برتقان علشان ما يمررش، لو قعدت في التلاجة هتمرر، طعمه بيبقى تحفه قوي الصوص ده يا جماعه. بعد ما بردت انا سبتها تبرد، شفتوها وهي سليمه، بس بنتي يعني لعبت بيها بالمعلقه يعني، فانا نقلتها وكده ولا كده كنت هقطعها، عشان لازم تقطعيها قبل ما تحطي الصوص عليها عشان الصوص كده ينزل من على الجناب ويبقى طعم الكيكه كلها بالصوص يعني. بس كده بالشكل ده. بعد ما بردت تماما طبعا زينتها بالصوص وبس، وتزيينه كده بسيطه، شرايح برتقال طعمها تحفه، طعم الصوص حلو قوي، ومش هتفرقيه ان انت حاطه عصير برتقال ولا مستخدمه بودره البرتقال. جربوها يا جماعه على ضمانتي، الوصفه قويه جدا وناجحه. لو لسه بتشوفيني وبتتابعيني لاول مره، ما تنسنيش بلايك وشير للفيديو. انا هيام علي من البيت.